اهلا بكم ايها المتابعين، ايها الطامحون للثراء. اليوم غنعطيكم السر ديال النجاح. خاصك تخرج من النجاح لنعس في منطقه الراحه ينوض يقلب على منطقه الخدمه. منطقة الراحة هي اللي راك فيها دابا كبور، نوض راه السطح عمر بالشتوى والمزاري بتخنقوا، هذيك هي منطقة الغيث اللي خاصك تخرج ليها. سمحوا لينا، هذه كانت مداخله سلبيه من احد العراقيل البشريه. المهم، القاعده الاولى: امن براسك. الا ما امنتيش براسك حتى واحد ما غيامن بك. حتى البطاقه الوطنيه غتخرج لك فيها التصويره مغباشه. امن براسك هي الاولى، وخلص مول الحانوت هو الثاني. راه قال لي غدا الا ما جابتش ديك 60 درهم غيامن لك بوجهك بشي صرفقه تخليه لك بوجوهياتك. شوفوا فيا مزيان. الله، انا دابا كندير التامل بليره، كانني في جزيره، كنسمع صوت العصافير وصوت الموج. موج هذاك ولا غير المصارن ديال كيغوتو حيت ما فطرتيش؟ نوض الكوتش نوض، راه العصافير اللي كتهضر عليهم هما الدجاجات اللي في السطح راه ماتوا بالجوع. نوض عطي لهم النخاله. ايتها الزاهيه، انت طاقه سامه. انا باغي نولي لايف كوتش، باغي نغير العالم، باغي نولي نهضر بالكلمات العميقه بحال الاستراتيجيه، المردوديه، البريستيج. انا غنعطيك المردوديه دابا. شفتي ديك الجلابه اللي لابس فوقها الكرافطه؟ راه ديالي، حيدها، راه باغا نلبسها نمشي للحمام. ونوض دير الاستراتيجيه ديالك باش تجيب لينا البوطه، راه غتسالي لينا فوق الطاجين. الى هنا تنتهي حصتنا اليوم. غدا غنهضروا على كيفاش تتعامل مع الشخصيات النرجسيه اللي هزت المهراز في الدار. تلاحوا.